الله الوصل الجديد في حج هذا العام. قال امرأة وجدناها تتحدث بالقرآن، قال بحثت عنها الى ان وصلت اليها فاقرأتها السلام. السلام عليكم. قالت سلاما قولا من رب رحيم. من اين اتيت؟ قالت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال ما يزاد؟ اتريدين ان تأكلي؟ قالت اني نذرت للرحمن صوما. قال أمتزوجة؟ قالت وهذا بعلي شيخا. قال هل لديك ابناء؟ قالت او يزوجهم ذكرانا واناثا. قال ما اسماؤهم؟ قالت واذكر في الكتاب ابراهيم، واذكر في الكتاب اسماعيل، واذكر في الكتاب مريم. قال معي راحلة اتريدين ان تركبي؟ قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. عند الركوب قالت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. عند الاستواء قالت سبحان الذي سخر لنا هذا. عند النزول قالت ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اتى المساء فنادت على ابنائها قائلة ايكم يذهب الى المدينة فليرى اصل طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قال ذهبت وتركتها ثم عدت في العام التالي ابحث عنها فلم اجدها، فعلمت بانها قد لقيت الله. فجاءتني في المنام في ليلتي فسألتها يا أمة الله كيف لقيت الله؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله ربي أن يجعل متوفانا الأم الراحلة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يشفع فيها القرآن، وأن يشفع فيها الصيام، وأن يشفع فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وسفير من سفراء القرآن الكريم، والمقيم بالسبك مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ شعبان محمد عبد الكريم السبكي. ندعو من الله أن يفتح له فتوح العارفين بالله، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. يا رب. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
يا رب يا رب. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب استرك أحمد. يا رب. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والأمر يومئذ لله لا إله إلا لا إله إلا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك يا رب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم اكرمنا ببركة القرآن. اللهم استرنا بستر القرآن. اللهم احفظنا بحفظ القرآن. فرج كروبنا ببركة القرآن.
اشف أمراضنا ببركة القرآن، وسع رزاقنا ببركة القرآن، يسر أمورنا ببركة القرآن، ارحم أمواتنا بشفاعة القرآن. اللهم اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، ومن جناتك يا رب لا تحرمها. اللهم اكرم نزلها، اللهم اوسع مدخلها، اللهم تغمدها برحماتك، واسكنها يا مولانا فسيح جناتك. يمن يا رب كتابها، ثقل بالميزان حسناتها. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم اسقها من يد نبيك شربة هنيئة لا تظمأ بعدها ابدا. شفع فيها يا رب القرآن، شفع فيها الصلاة، شفع فيها الزكاة، شفع فيها صوم رمضان، شفع فيها حج بيتك الحرام، شفع فيها نبيك العدنان، شفع فيها الحاضرين، شفع فيها الغائبين، شفع فيها سيد المرسلين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب عليها يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم. نجينا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر الى نور وجهك الكريم، واجعلها مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى آل بيته الكرام واصحابه الاعلام. اللهم اجعل صواب ما قرئ ونور ما طلي نورا يتقطر على روح الرحيم الكريم وعلى ارحم الراحمين. وهكذا خطنا خطر الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا علم التلاوة واليسر والعالم الاسلامي، وصفين من سفراء القرآن الكريم، والمقيم بسبب مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ شعبان محمد عبد الكريم الصدقي. نقلناه لكم عباسين موجات اذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية والاذاعات الخارجية والولايات الانوار الحديثة الكبرى التي تطلق بمعرفة الحاج سليمان اليماني واولاده تحت ادارة محاسب احمد اليماني المقيم بالعسلوبي. نقلناه لكم من داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى التي اقامتها اليكم احدى سلسلة مخازن اولاد الحاج محمد عبد الباري تحت ادارة معلم عمر عبد الباري والمقيم بالعسلوبي. الخدمات الفندقية المتميزة تحت ادارة متر ميدو الدولي المقيم ببناوس. خدمات البث والهواء عميد الاخراج في المناسبات تحت ادارة مهندس حمدي صلاح المقيم بطاهر حميد مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ولم نلقاكم على خير صداقم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.